السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى النهاردة قلنا نعمله كده إيه اكلة خضار كده. عملنا كده بسلة ورز بشعرية. ايه رأيكم تيجي اقول لكم عملناه ازاي؟ طبعا انا عارفة ان كل ست بيت شطورة، مفيش واحدة مصرية ما بتعرفش تطبخ، بس احنا يعني بنعمل الاكلات البسيطة دي علشان خاطر البنات اللي لسه صغننين، لسه متجوزين صغير، قريب، بنوتة صغننة عايزة تتعلم تقف مع ماما في المطبخ، اخواتنا سوريين برضو يقولوا لنا الاكل المصري بتاعكم حلو قوي، بتعملوه ازاي؟ فاحنا بننزل كده يعني ايه، واتفرجوا بقى وشوفوا، واللي عايزه تعمل بقى براحتها. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. تعالوا نشوفوا بقى عملنا ايه. دي البسلة كده وانا مخرطة عليها بطاطساية كده واحدة وجزرتين، وادي بصلاية مبشورة، وادي اللحمة اهي. هو الراجل عاطيني يعني حتة من الموزة. جبنا حلة وهنطبخ فيها، وهناخد فيها معلقة سمن من دي، وهنحط عليها الدهنة بتاعتها اللي احنا الراجل عطانا، قطعتها كده حطيتها هنا، وهنسيبها كده بقى تسيح شوية الأول كده مع بعض. بنجيب بصلاية المبشورة دي اللي احنا بشرناها مع بعض، ما تصفيهاش من المية بتاعتها، لأن في ناس بتصفي البصلاية من المية، لا ما تصفيهاش، لأن المية بتاعت البصلاية هي اللي فيها يعني الفيتامينات كلها. حطيها هنا بقى كده وحمريها. هنسيبها بقى تحمر كده شويه، ما تحرقهاش يعني، تشوحيها بس كده واديها لون ذهبي خفيف كده. ولو بعد كده انت عايزه تشيلي الدنيا دي ترميها، شيليها، بس بعد ما تنزل كل الدهون اللي فيها. عايزه تخليها في الخضار خليها برضه، ما فيهاش حاجه، طعمها جميل برضه. خلاص بقت ذهبي اهي وشكلها حلو. ما تحرقهاش قوي علشان ما تعملكيش كده حرقان في المعده وانت بتاكليها. هنجيب بقى اللحم كده ونحطها هنا بسم الله. هنديها بقى كده كوبايه ميه عشان تستوي بسرعه. هنغطي عليها بقى كده هنعمله بقى كده شوية رز بشعرية. ده طبعا عشان الرز انا مش حاطه سمنة بقري، دي سمنة بلدي كده جاموسي. وهنحط شوية شعرية بقى كده، قلبي بقى فيها كده لحد ما تحمر. الخضار ده بصراحة بيبقى جنب رز بشعرية بيبقى يعني طعمه جميل قوي.
نشفت كده شويه من الميه بتاعتها ودخلت في السوا. هنحط بقى كده البسله. في ناس بقى بتحط الطماطم الاول وبعدين تحط تتسبك وبعدين تحط الخضار. لا انا بحب احط الخضار كده الاول يشرب بقى كده الصوص بتاع اللحمه. وهي دلوقتي الخضار ده هينزل ميته كده السوائل بتاعته ويشرب بقى من صوص اللحمه وبعدين نبقى نحط الطماطم. كده الطريقه دي احلى. نزلت الميه بتاعتها اهي واتشربت كده وشربت كده من الصوص بتاع اللحمه. هنجيب شويه طماطم كده انا ضرباهم في الخلاط ومصفياهم من التفل بتاعها ونحطهم هنا ونسيبها بقى كده بقى ايه تتسبك مع بعضيها. إيه طبعا اي خضار عليه طماطم إيه احنا بنحط عليه كده رشة سكر علشان الطماطم ما تعملش حموضة في معدتك وتضايقك. لازم رشة السكر دي على اي خضار انت حاطه طماطم. دول كده 4 فصوص توم وحتة فلفل حمرا حراقة كده. انا طحنتهم كده هنا فرمتهم حطيتهم هنا. تديها طعم حلو قوي بدل ما تحطي شطة. شوية فلفل اسمر كده. لو عايزة تحطي شوية بابريكا حطي شوية بابريكا يعني برضو بتدي لون احمر وبتدي طعم حلو. اهو ده كده اللون المطلوب. بس كده هنكونوا بقى طبعا غاسلين الرز وهنسقطه فيه. حمرنا بقى الشعرية اهو. هنجيبه كده ده رز مصري كده بلدي بتاعنا مغسول كويس. هنحطه كده هنا. في ناس بتحط له ميه الاول وبعدين قلبناه بقى كده وشرب السمنه بتاعته كويس. هنحط بقى كده ايه الميه بتاعته. بسم الله. خلاص كده حطيت له العيار بتاع الميه بتاعه. هنغطي عليه بقى ونسيبه اول ما يغلي ويتشرب كده نوطي عليه بقى كده خالص ونسيبه يستوي على نار هاديه لحد ما يستوي واوريهولكم. خلاص الرز بتاعنا خلاص اهو. نغرفه بقى الاكل. البسله كمان بتاعتنا هي اتسبكت وخلصت واستوت وبقت جميله قوي. يلا نغرفوها بقى. تعالوا بقى اتفضلوا كلوا معانا. والله بصراحة يعني شوية خضار أحلى من أي حاجة حقيقة يعني. يلا بقى كل بنوتة بقى كده